على أي حال الجولة الرابعة كانت إلى جانب الحضور الجماهيري إثارة كبيرة ومتعة للمتنافسين، لكن الانتصارات كانت هي الأبرز لأنها صنعت الفرح. أما التعادلات والخسائر فقد كتبت الانتظار عنوانا لأيام قادمة. نتابع هذا التقرير. انتهت مباريات الجولة الرابعة وما حملته لنا من قوة وإثارة ومتعة حاضرة في جميع لقاءاتها، حيث أقيمت في مدينة الرياض مباراة جمعت الهلال بالاتفاق بتقدم هلالي إلى أن اتجهت المباراة للرمق الأخير، حيث رفض الاتفاق أن يخرج من اللقاء دون نقطة، فسجل في الوقت الحاسم هدفا لتخرج المباراة متعادلة. الثابتة للاتفاق، جونيور لعب كورتين ما سجل من خلالها، جونيور البرازيلي لعبها جول جول. نذهب إلى جدة في اللقاء الاتحادي والفيصلي الذي ذهبت الترشيحات إلى نادي الاتحاد بالظفر بالثلاث نقاط، إلا أن نادي الفيصلي أبى أن يخرج خالي الوفاض فحقق التعادل وعاد إلى حرمه بنقطة من فم النمر. أما ما حصل بمحافظة الخرج، اللقاء الذي جمع بين نادي الشعلة ونجران فجرها أبناء نجران بخماسية قاسية في مرمى الشعلة مقابل هدف يتيم، وأسعد الجماهير النجراوية بعد اللقاء المخيب لهم في المباريات السابقة. وفي بريدة أقيم لقاء بين فريقي التعاون والنصر، حظيت المباراة بفرص كثيرة ضائعة من قبل النصر، إلى أن خرجت تلك الموقعة بفوز النصر بهدف مقابل 1 والخروج بالنقاط الثلاث. وفي جدة اللقاء الذي جمع الأهلي وهج، أذهلت الحضور والجماهير المتواجدة التي كانت قرابة 10,000 متفرج، حيث أبى الفريق الهجراوي أن يلج مرماه أي هدف طيلة 94 دقيقة رغم المحاولات العديدة من جانب الفريق الأهلاوي والفرص الضائعة التي لم يحسن مهاجميهم استثمارها بالشكل الإيجابي. وخرج اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. وفي مكة المكرمة اللقاء الذي جمع الفريق الوحداوي بالفريق الشبابي، قصد الضيف بالمضيف بخماسية مقابل هدفين وسط حضور جماهير وأنصار الفريق الوحداوي. وفي آخر المواجهات التي أعلنت انتهاء الجولة الرابعة، جاء لقاء فريق الفتح المضيف بفريق الرائد من محافظة الأحساء، واستطاع الفتحاوية الظفر بالنقاط الثلاث للمواجهة ومتابعتهم للمتألق الذي بدأ فيه منذ انطلاقة دوري زين السعودي. الأسفل متابعة ممتازة أيضا، متابعة ممتازة من ربيع السفياني. إذن هذه الجولة الرابعة كيفما جاءت بنتائجها وبكل لحظاتها التي مرت على مدى اليومين الماضيين، أستاذ عبد العزيز، كانت متوقعة النتائج؟ كانت مثيرة؟ أم أن الأمور لم تكشف حتى الآن ونحن نمر من الجولة الرابعة؟ النتائج أنا أعتبرها طبيعية، يعني في اللي حدثت نتائج طبيعية، ولكن الملاحظ صراحة منذ الجولة الأولى من الأسبوع الأول إلى الآن الجولة الرابعة، يعني 4 جولات فقط، بقي 22 جولة. صراحة يعني في حماس كأن الدوري سينتهي في الجولة القادمة، في حماس كبير، وفي صراحة يعني ندية كبيرة، ويعني صراحة وإثارة، وهذا شيء صراحة أضاف كثير للدوري. هذا مشاهد ومتابع. نعم، أضاف كثير للدوري المنافسة. أستاذ عدنان؟ أنا والله بس أحب أعلق على كلام الزميل عبد العزيز بالنسبة لبيئة الملاعب. كل الكلام اللي قاله صحيح ويحتاج إلى فعلا عمل وكذا، لكن أنت بتتكلم على نوعية وفئة معينة لجماهير هي هذه اللي حتحضر. ما حتتوقع إلا أنت بتقول لأولياء الأمور يمكن نسبة بسيطة، لكن في وجود النقل التلفزيوني والنقل اللي أنت يعني استمتع فيه وجالس جنبه الشاهي والقهوة ومرتاح، إلا إذا كان وجدنا حتى في الملاعب كمان جلسات تكون قدامي إنه هو شايف برضه التلفزيون، هذا شيء ثاني حيتغير. لكني أنا أتفق معك بالنسبة لرابطة المحترفين. أنا أول حاجة بصرف النظر هو الحكم فرحة ولا ما أدري إيش، بلاش أقولها، لكن أنا بعرف على أي أساس اتخذوا القرار، وإن كان تراجعوا اليوم، يعني تصريح الزميل أحمد المصابيح إنه تراجعوا عن الكلام وقال فيه سوء فهم، يلا كان ناخذهم، بس على أي أساس إنك أنت هل صار في اجتماع
لجميع اعضاء بالنسبه لرابطه المحترفين، اعضاء الرابطه يسمونها. نبغى نغير النمط اللي كنا من اول. ايوه اعضاء الرابطه. نعم صحيح. نغير النمط، انه ما عاد في الراي الانفرادي صحيح. الأحادي، انه الان اصبحت انت صحيح رئيس الرابطه، لك وضعك انك انت رئيس معين، لكن ما عاد فيه انه على كيفك. يعني انا بالنسبه لي تفسيري للقرار كان هو يعني المباراه اللي بين الاهلي والشباب، كان ظهور تلفزيوني للزميل طارق النوفل، اعطاني انطباع انه هذا القرار جاي بناء على الشيء ده، ما في عندي انك مبرراته. بعدين تيجي تقول لي والله لا رؤساء الانديه محميين من هذا القرار، على اي اساس؟ اذا انت عمال تتعامل بطبقيه، وهذه الطبقيه مرفوضه. انت تتعامل مع انظمه عشان انا اتقبلها واحترمها، بعدين كل يومين ثلاثه حتقعد تغير لي رايك، ما هي العمليه صحيح. على كيفك، لابد انه هي النقطه الاهم في هذا، النقطه الاهم استاذ عدنان هي مساله القرار كيف يتخذ بشكل فردي. نعم. هذه ربما النقطه الابرز في بالضبط فيما قلته، لان نتحدث كثيرا عن الرابطه ستكون للجميع. هنا اجي اختلف من ناحيه انه النتائج عاديه. لا، ما هي عاديه يا الزميل عبد العزيز. استاذ عبد العزيز، ما اعتقد انها عاديه ولا شيء. لما تيجي تطالع مباراه هجر والاهلي عاديه بصرف النظر، خلي المستوى، لكن انك انت تتوقع بالنسبه لما تيجي الاتحاد والفيصلي، لما تيجي تطالع حتى نجران والشعله، يعني النتيجه العاليه دي ما اتحدى انه واحد ممكن يتحداها يتوقعها اطلاقا. طيب. مباراة الشباب والوحدة لما تيجي تطالع أيضا نتيجة كبيرة، إن كان صح الوحدة يعني ما هو ذاك الفريق، لكن مو بهذه النتيجة. أنا أعتقد نتائج كان غير متوقعة بالنسبة طيب. للهلال. صح تعادل لكن قدم مستوى.